مرحبا بكم. تسلمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية نسخاً ورقية أمس الجمعة تحتوي على مسودتي مشروع النظام الأساسي ونظام التعويضات. في النسخة المحدثة من النظام الأساسي تم حذف شرط الحد الأقصى للعمر لدخول مهنة التعليم. سبق لوزارة التربية الوطنية أن وضعت عتبة عند 30 سنة لدخول المراكز الجهوي لمهن التربية والتكوين من أجل التوظيف في الدرجة الثانية. والجدير بالذكر أن المادة 46 تمنح الوزارة صلاحية تحديد شروط المباريات والامتحانات المهنية بالإضافة إلى البرامج والإجراءات، وذلك بقرار من السلطة الحكومية المسؤولة عن الوظائف العمومية. ووفقاً لمصادر نقابية فإن النسخة المحدثة شملت إلغاء العقوبات الموجودة في النظام القديم ووضوح المسؤوليات لكل إطار تعليمي وتحديد ساعات العمل وتعديلات أخرى.